مع حضرتك الأخبار، وأول خبر معانا دلوقتي أوباما يطلب من الكونجرس تعليق 500 مليون دولار من المساعدات لمصر. طبعا أي خضوع مالي أو ضغط نفسي أو ضغط اقتصادي أو ضغط سياسي من أي نوع من أي طرف داخل أو خارج مصر مرفوض تماما على السيادة المصرية. مصر دائما وما زالت وستظل بإذن الله تعالى هي صاحبة الخير، وربنا والله سبحانه وتعالى قد منحها الكثير والكثير. لذلك كانت مصر في مرحلة سابقة كمرحلة الطغيان والظلم التي سبقت 25 يناير كانت تخضع بأجندة سياسية إلى الولايات المتحدة في بعض شؤونها وبعض الأمور التي كانت تضغط من خلال ما كان يسمى بالمعونة الأمريكية التي كانت يتم إعطائها باليمين ثم يتم في مقابلها أخذ أشياء كثيرة أهمها الكرامة المصرية. فبالتالي في هذه المرحلة عندما يتم بعض الاتفاقيات لكي يتم الضغط على مصر، تاريخ الشعب المصري وحده. أوباما يظن أنه ربما كانت مصر في مرحلة سابقة كمرحلة الطغيان والظلم التي سبقت 25 يناير كانت تخضع بأجندة سياسية إلى الولايات المتحدة في بعض شؤونها وبعض الأمور التي كانت تضغط من خلال ما كان يسمى بالمعونة الأمريكية التي كانت يتم إعطائها باليمين ثم يتم في مقابلها أخذ أشياء كثيرة أهمها الكرامة المصرية. فبالتالي في هذه المرحلة عندما يتم بعض الاتفاقيات لكي يتم الضغط على مصر، لكي يكون هناك بعض التصالح السياسي أو التدخل في الشأن المصري الداخلي، هو في بدايته وفي نهايته شأن مصري لا يمكن أن يتدخل فيه لا عربي ولا أجنبي. أكيد. أنا عايزة أقول لحضرتك إن إحنا كان معانا قبل كده، يعني قبل الفاصل كان معانا يعني يمكن نفس الكلام ده بيوافق عليه أو بيؤيده الدكتور هشام رامز، وبيقول ان اقتصاد مصر لن يعيش على المعونات إطلاقا، وان دي مساله فتره مؤقته. وكان بيشير لمساله ال 2 مليار دولار اللي قعدناهم لقطر نتيجه لعدم بالفعل، لأن فكره المعونه الاقتصاديه هي دائما معونه مشروطه. لا يوجد اطلاقا معونه كأنها هبة لا ترد أو كأنها بلا شروط. الفكرة الأساسية حتى في تدعيم وتنشيط الاقتصاد الذي تمنح من خلاله، يعني الجهة التي تمنح المعونة، يعني في مهمة ومعلومة لابد من توضيحها للمشاهد. المعونة التي تأتي من جهة ما هي تعود بالاقتصاد والنفع ليس على مصر ولكن على الجهة المانحة لتلك المعونة، لأنها بتشترط أن احنا بنشتري بجزء كبير جدا منتجات من خلال هذه الدولة، بالإضافة طبعا إلى أن يعني من يملك قوت يومه يملك حريته. صح. فبالفعل مصر في هذه المرحلة عندما خطت الخطوة الأولى ولم تحسب حساب لكل المصالح السياسية على مستوى العالم وما يمكن أن تمثله من ضغط، فإنها عندما أرادت أن تكون الحرية والكرامة للإنسانية المصرية لم توافق إطلاقا. فبالتالي في هذه المرحلة لا يمكن أن تخضع مرة أخرى، لأن مصر تتقدم للأمام ولا تعود إلى الخلف مرة أخرى. مسألة البدائل العسكرية في تاريخ مصر وليس فقط في الوقت الحالي، هناك أكثر من بديل وهناك أكثر من اختيار متاح، ونحن لدينا ثروات بالأرقام وبالإحصائيات على كافة المستويات. أنا عايزة أفكر حضرتك لو تفتكري معايا في الانتخابات الرئاسية الماضية كان كله بيلعب على حسن استغلال هذه الثروات. كان كل مرشح رئاسي كان يقول ده مصر فيها وفيها وفيها، ده يعني ممكن نستغله. ولدينا أهم من كل هذه الثروات، لدينا الإرادة البشرية اللي بتطور العالم كله. أينما وجد العقل المصري وجدت دائما معه الثروة، لأنه يستطيع أن يحول التراب إلى ذهب. احنا محتاجين يعني، وعايزاكي يعني هل تتفقي معايا في هذا الرأي ولا لا، محتاجين مشروع قومي نلتف حواليه، نتجمع حواليه بعد ما تفرقنا. احنا بدأنا الخطوة الأولى، بدأنا الخطوة الأولى لما رجعنا تاني نتجمع حول علم مصر، لما بقى عندنا رمز سياسي هو الوحدة الوطنية المصرية، لما بقى في الجيش اللي بيحمي مصر بكل أركانها واللي بيقدر حاليا ان هو يمثل قيمة الاحترام والانتماء إلى الوطن. طالما التففنا جميعا ورجعنا مرة أخرى لهيبة الشرطة والجيش للدولة مرة أخرى، وإحساسنا بالأمان وإحساسنا بالاستقرار وإحساس الوطن الواحد داخل دم كل مصري، القيمة الأولى في الانتماء هي اللي بتعلي بعد ذلك قيمة العمل وقيمة البناء وقيمة النهوض بالاقتصاد مرة أخرى. وأؤكد على أن مهما كانت القوى الخارجية بنفوذها بسياستها بقوتها العسكرية بقوتها الاقتصادية لن تخضع مصر ولن تركع لأي ما كانت. مصر أصلا لم تخضع في يوم من الأيام، يعني كشعب لم حتى وإن مؤسسة من المؤسسات الفاسدة في الماضي خضعت، لكن كشعب لم ولن يخضع. يعني ولما تكون الإرادة للشعب
كل الكلمات السياسية والموائمات الدولية تتحول تباعا إلى إرادة الشعب. لأنه عندما تكون التغييرات السياسية بإيد الشعب وحده، تكون الإرادة العليا هنا ليست للمصالح السياسية ولكن للمصلحة العليا للوطن. طب اسمحي لي ناخد الخبر الثاني وهو بيتعلق بأحداث كرداسة، وأعتقد دي بتصب يعني بشكل حتى غير مباشر في الاقتصاد، لأن لما هنقضي على بؤر إرهابية، هنقضي على إرهابيين، مش هيرجع الأمان والسيطرة الأمنية تاني للبلاد. بالتأكيد جزء كبير زي السياحة اللي احنا مفتقدينه دلوقتي. أنا عايزة أقول لحضرتك إن المطار ده المطار حاليا يعني مش عايزه اقول لحضرتك قد ايه اوتار القلوب بتتمزق مع كل لحظه بتلاقي فيها الطيران المصري مش بنفس الكفاءه. السياح مؤخرا، السياح الاجانب تم رفع التامين من على السياحه الاجنبيه، ده معناه ان هي رساله غير مباشره للسياح بان مصر غير امنه. فلما احنا بنعمل عمليات امنيه بتستأصل الارهاب من على ارض مصر كلها، لان يعني المسافه الجغرافيه ما بين مثلا ان المكان السياحي مثلا بعيدا عن المكان الذي يحدث فيه الارهاب ده سياسيا غير متاح، بمعنى ان مصر كلها كتله واحده. فمش فقط ان انا بعمل عمليه تامين المنشات السياحيه او تامين لبعض الاماكن الحيويه، لا، المواصلات فين، طرق الانتقال، الفنادق، الفكره النفسيه للامان طبعا دي ركيزه السياحه الاولى. وبعدين لما يبقى في مؤشرات للبورصه بتتفاوت صعودا وهبوطا يوما بعد يوم، ده بيعني ان في مؤشر لعدم الاستقرار اللي بيعني للاقتصاد العالمي درجه امان بالمرحله الاولى، لانه لا يمكن ان يتم استثمار او ارتفاع درجه اسهم معينه او ان تدور عجله الاقتصاد مره اخرى ويوجد خلل امني في منطقه معينه. فاحنا لازم نحيي العمليات الامنيه اللي بتستأصل بؤر الارهاب. وانا لدي من الناحيه الفكريه يعني رؤية أوسع من إن الإرهاب يواجه سلاحا بسلاح، يعني السلاح دائما العنف يؤدي إلى عنف، والسلاح بيؤدي إلى المزيد من يعني تفاوت الأسلحة، وبالتالي عملية المواجهات المسلحة دي بتؤثر. أنا عندي يعني ليا وجهة نظر سياسية شوية، إن لما بيتم مواجهة الإرهاب فكريا ويتم التفاف الشعب مع الجهات الأمنية، فبيحصل عملية موائمة ما بين ما يمكن أن يواجهه الإرهاب وما يمكن أن يتبناه الشعب من أفكار، لأن الإرهاب حضرتك يعني المراجعات الفكرية اللي حصلت، ولكن هذه المراجعات مرحلة تانية. يعني احنا الأول بنستأصل الشوكة أو الناس اللي بتفسد في البلد، وبعد كده نبتدي يبقى في مراجعات. اسمحي لي إن الخطين مع بعض في غاية الأهمية، ويمكن أن ينتج إرهابي نتيجة فكرة، ويمكن أن هو إرهاب فكري في البداية يعني. وفي نفس اللحظة اللي أنا ممكن أواجه بيها بالسلاح عشرات الخلايا الإرهابية، أنا ممكن إن أنا يختلف التيار تماما ويبتعد الإرهاب عن الواقع. يعني أنا ممكن أخلي الإرهاب ده يختفي من خلال المراجعة الفكرية واللي احنا بنسميه الوسط الفكري جدا. وبعدين في إحساس مهم جدا إن ليس أبناء الوطن هم العدو، ولكن الأفكار التي يمكن أن يموه بها الوجدان المصري هي دي اللي احنا بنحاربها. يعني احنا مش بنحارب لأن في فكرة يعني دايما موجودة داخل عملية الإرهاب اللي هي دكتورة. يعني برضو اتفق مع حضرتك ان احد الضيوف برضو كان بيشير الى عدم اقصاء حد او عدم التقليل من شأن حد. أكيد. يعني ما يبقاش عندنا بقى خلاص فوبيا الاسلام والاسلاميين، لا. وبعدين في لان هذا الاقصاء أكيد. ايضا ينتج ارهاب، لان الفكره، ما هو بقول لحضرتك الفكره الاساسيه ان لما يتم غسيل الادمغه ويتم تمويه الفكر ويصبح الحرب على الإرهاب عبارة عن حرب داخل الدولة أو بين أهل الدولة نفسها، يبقى احنا تحولنا من الهدف الأسمى اللي هو الاستقرار والطمأنينة في الوطن إلى مرحلة تصفية حسابات خاصة لتيارات مختلفة. الهدف الأسمى للإرهاب واللي لابد للإعلام، أنا بعتبر إن الإعلام هو وجدان الأمة وهو ضمير الشعب ككل، وهو الوعي الذي يرتفع به الفكر والانتماء الوطني، والذي يمكن أيضا أن يغير الحقائق ويضللها ويصبح هناك أتباع لأفكار ليست موجودة على الواقع. فبالتالي فكرة الإرهاب للقوات المسلحة كل الشكر والتقدير،
ولكن والشرطة ايمانا أيضاً اكيد طبعا، قدموا اكيد طبعا اكيد، وايمانا منهم بدور الشرطه، ده اللي كنت لسه هتطرق اليه. أيوة. ايمان ان لابد من التكاتف ما بين الجهاز الامني ككل اللي احنا بنعتبره بجناحيه اللي هي الشرطه والجيش، وما بين المجتمع ككل. والدليل اكبر دليل على ان للفكره المعنويه تاثيرها داخل المجتمع ان هناك اداره للشؤون المعنويه داخل القوات المسلحه. ففكره ان كيف تصل الصوره الذهنيه لما يتم عمله من اسلحه، هو ده اللي بيقدر يأثر حتى المسافة والطريق ما بين ما يمكن أن تريده القوات المسلحة بالفعل وما يمكن أن يكون مضادا لهذا الاتجاه. بيوفر لنا يعني الشباب أكيد. اللي حتى هي الدم المصري. يعني بيطلق عليهم الإرهابيين هؤلاء، ما دول شباب خسارة، هم دول لو أعيد يعني بالفعل فكرهم بشكل سوي وأعيد التعامل معاهم أكيد. ورجعوا تاني أسوياء، احنا كسبناهم، فخسارة. أكيد. وبعدين الحوار الفكري كمان بيجعل للهدف معنى، مش بمجرد ان هي عمليه تصفيه بدنيه وبس. والاختلاف الفكري والمراجعه الفكريه لا تنتج زي ما حضرتك قلتي ارهابي، لكن احيانا المواجهات الامنيه قد تحافظ على الدم المصري، لان الدم المصري هو القيمه الاعلى في هذا الوطن. طب اسمحي لي بقى في خبر حلو معانا، اقلاع اولى رحلات الحج من مطار برج العرب اليوم. كل سنه والمصريين والعرب كلهم والمسلمين طيبين، ويرزقنا ويعود علينا حضرتك يا رب الحج ان شاء الله. ان شاء الله يا رب باذن الله. طبعا الحج دي رحله روحانيه بالدرجه الاولى، ولما يبقى في لغايه النهارده لسه في الاقبال الكبير يعني القيمه الروحانيه دي والتيسير موجود، وطبعا الدوله في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها دي ومع ذلك ما زالت تقدم التسهيلات والتدعيم. وطبعا العلاقه اللي حصلت توتر في الفتره ما قبل الاخيره ما بين مصر والسعوديه، والفتره دي كلها بتجعل يعني الرحله مره اخرى لنعود الى كيف تكون الوحده. لا العلاقه ما بين مصر والسعوديه لا يمكن تنقطع، لان المصريين لا لدرجه الانقطاع او حتى تتوتر يعني لا قدر الله، لان المصريين المصريين كلهم قلوبهم متعلقه بالمسجد الحرام، فاستحاله يعني. المصريين والعرب والمسلمين كلهم قبلتهم الروحيه الاولى هي في المسجد الحرام. انا بالمناسبه دي بدعو كل ضمير وكل فكر وكل روح ان تعود مره اخرى الى الله سبحانه وتعالى، وتعود إلى السلام والأمن، لأن الأمن والسلام هو الذي ينتج فعلا روح سوية وروح تستطيع أن تنتج بعد ذلك. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأيام رحلة سلام بين كل الصراعات، وأتمنى بالفعل أن عندما يكون هناك هدف يجتمع عليه الجميع هناك تكون مناسبة جميلة إن شاء الله. كلنا بنبتعد تماما عن أي خلافات بيننا، وبنقول للبعض كل سنة واحنا طيبين. كل سنه وكل المواطنين بخير وطيبين باذن الله. ويا ريت ان شاء الله فعلا زي ما قلت يا دكتوره ان يبقى فعلا ايام الحج، سواء اللي هيحج طبعا هناك هيروح يغسل قلبه كله من وروحه من اي اضغان، واللي موجودين لان في خلافات بقت حتى داخل الاسره الواحده للاسف، انقسامات داخل الاسره الواحده. لازم نتسامح. عندنا العشر الاوائل من ذي الحجه نغتنمهم بقى صيام كده، ونقرب بعض تاني، ونقرب الاسره زي ما كنا ونسامح بعض، ونسامح بعض جدا، لان ونتقبل اختلافنا في الفكر مع بعض لازم. وبعدين مهم جدا واحنا بنتقبل الاختلاف ان احنا نحترم ثقافه الاخر، لان لكل منا افكار. الاقوى فكريا هو اللي بيتمتع بمرونه في الحوار، وهو اللي بيقدر ان هو يتقبل الاخر بل ويديله ثقافه الاحترام لكل ما هذه الافكار، لان لا يمكن ان يوجد مسلمات على ارض الواقع، لكن هناك افكار تتقارب وهناك صراعات يتباعد معها الانسانيه. واحنا استوعبنا حضاره العالم كله وافرزت حضاره مصر العريقه. تمام. احنا فعلا بنستوعب الحضارات ونطلعها بشكل مصري. أكيد. يعني 3/4 كلامنا في كلام يوناني وفي كلام قبطي وما زلنا لغايه دلوقتي حتى ازماتنا ما بتتفاقمش لدرجه ان احنا نصبح لاجئين لدى الدول الاخرى، لكن الدول الاخرى بتلجا الينا. فبالتالي لما تكون كل هذه الرموز في مصر لابد من استيعاب الموقف، ولابد من العوده مره اخرى الى ان مصر بالفعل هي ارض الامن والامان والسلام الاجتماعي ان شاء الله. وبمناسبه الحديث عن الامن والامان طبعا بنحيي رجال الشرطه وبنترحم على روح اللواء نبيل اللي فقدناه، يعني نحسبه ان شاء الله عند الله من الشهداء.
وطبعا مش هو بس، يمكن هو كاسم برز كلواء له مكانته وموقف في احداث كرداسه. هو شهيد الواجب، وفي نفس الوقت لما بيبقى فيه رتبه كبيره نعم. ده معناه ان لا يوجد تقصير في الجهاز الامني، لان نعم. دي ليها لا. دي لها دلاله معينه. نعم. ان دائما ما يتم الاشاره باصابع احنا الاتهام. معانا فيديو الفض طبعا كرداسه. طبعا دي بتبين المجهود الكبير اللي كان موجود في الجيش مع الشرطه، التلاحم اللي كان موجود ده. الدلاله اللي انا عايزه اشير اليها الى ان دائما يشار باصابع الاتهام الى ان اللواءات او الرتب العليا دائما في مكاتب مكيفه ومغلقه، ولكن نعم. الحدث شاهد على هذه الكفاءه. نعم. والفكره الاكبر بان التواجد في مكان الحدث ده بيجعل هناك تحفيز للكفاءات علشان يقدر بقيه قدوه. يعني هو طبعا سياده اللواء قدوه ومثل، وربنا يرحمه برضه مش هننسى حتى اصغر مجند طبعا من جنود الشرطه، الضباط من اول ملازم ونقيب، كل هؤلاء اللي احنا والحدث ده يعني في حد ذاته لابد من الاستفاده منه على محورين. المحور الاول لابد من دعم سبل الحوار الوطني لكي يتم تفادي مثل هذه الأحداث في المستقبل، لأن من كلا الطرفين هناك ضحايا. أكيد. المحور الآخر لابد من دعم مجتمعي كامل للشرطة والجيش لكي يتم حتى من خلال المعلومات والتعاون وسبل الاتفاق لاستئصال هذه البؤر الإرهابية، لأنها في كل أحوالها تسيء للمجتمع ولمصر داخليا وخارجيا. والمشكلة الأكبر بأن البؤر الإرهابية في هذه المرحلة كلما وقعت بؤرة كلما يعني كان هذا جرس إنذار للآخرين من البؤر الجهادية أو البؤر الإرهابية لكي تراجع موقفها مرة أخرى ولا التصالح مع الدولة لكي يعم الاستقرار اللي بننشده جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. يعني تأكيدا على كلام حضرتك عن ضرورة الحوار والتحاور، وإن باب الحوار لا يجب أبدا أن يغلق. الاثنين إن شاء الله بكرة عدلي منصور يلتقي رموز القبائل العربية بقصر الاتحادية، ده الخبر اللي على جريدة الشروق. يلتقي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بممثلين عن القبائل في سيناء ومرسى مطروح وصعيد مصر يوم غد الاثنين. وقالت مصادر برئاسة الجمهورية أن هذا ليس لقاء بروتوكوليا، لكن الرئيس يريد أن يتحدث مع الشخصيات الاجتماعية الفاعلة في مناطق هي عرضة الآن لانتهاكات الأمن القومي من جماعات مسلحة من الداخل والخارج. دائما رؤساء القبائل العربية الموجودة في الصعيد وفي شمال سيناء لهم دور مؤثر وفاعل أكثر من أي دور آخر. وبالتالي لما بيبقى فيه احنا بنسميها في الإعلام قادة الرأي أو النخبة المتفوقة في توجيه الرأي لهذه المجموعة. فبالتالي لما بيحصل نوع من التفاعل، واحنا طبعا يعني مع كامل احترامنا للدولة إلى أن شمال سيناء والصعيد تحديدا هذه المناطق تحتاج إلى تنمية شاملة على كافة مستوياتها، وتحتاج أيضا إلى تفعيل دور الدولة فيها على كافة الأصعدة. يعني المناطق دي همشت بالفعل، يعني اللي احنا بنحصده النهارده ده نتيجة تهميش في الماضي. لكن الرؤية السياسية أنا بأحييها إن هي لما تبدأ من نفتح باب الحوار أولا أكيد، وبعدين تختار العناصر الفاعلة بالفعل والمؤثرة في هذه المرحلة، لأن قادة الرأي الحقيقية هي التي تستطيع أن تتوائم سياسيا مع المرحلة، وليست قادة الرأي التي تتلون مع القادة السياسيين أو تتبنى بعض المصالح لمحاولة إعادة تشكيل الرؤية مرة أخرى. فده هيوفر كتير جدا على القوات المسلحة، هيوفر المزيد من إراقة الدماء، وفي نفس التوقيت هيدي نوع من الامل في تنميه هذه المناطق، وده اللي احنا بنحاول ان احنا ناكده في المرحله دي. لان طبعا لان الاقتصاد الوطني والثروات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في البدايه موجوده ومركزه في هذه المناطق، ونظرا لعدم وجود كثافه سكانيه في شمال سيناء او في سيناء عموما وخاصه في شمال سيناء وفي الصعيد، الكثافه السكانيه انا بعتبرها التنميه الحقيقيه للثروات الموجوده فيها. احنا عمالين بنقول يعني نطلع بره شريط، يا ريت، بس ده هيحصل ازاي؟ ما هو علشان تقدر تطالبي بده لازم يبقى في خدمات، ولازم يكون في حياه اجتماعيه زي ما تعود عليها الكثافه السكانيه الاعلى في الشريط الاخضر. فبالتالي انا افتكرت ان من زمان قوي، يعني ده يمكن
من الثلاثينات والعشرينات أكيد. نسمع ونقرا في القصص بالظبط. القديمه ان اللي كان بيروح الموظف اللي كان بيروح الصعيد ده كانه رايح المنفى. بالظبط. هل يصح ان يفضل الصعيد او سيناء كمنفى دلوقتي؟ ودلوقتي لما نيجي طبعاً. لو احنا اتكلمنا بقى في ناحيه امنيه، مش القوات المسلحه مع كامل احترامي وتقديري لمجهودها هي اللي هتقدر تحمي حدودنا، ولا هي اللي هتقدر تمنع البؤر كثافه سكانيه في الاماكن بالظبط. دي حمايه ليه طبيعيه. بقى؟ لان عندما يتواجد السكان ويتواجد معهم الامن، لان بيبقى فيه حياه اجتماعيه مستمره، ما بتصبحش مناطق نائيه، وبيبقى فيه نوع من الرقابه المجتمعيه لها دور فاعل اكتر كمان من الرقابه دور الشرطه ودور الجيش. لان لو نلاحظ دايما ان يعني كان بيجي في الدراما التلفزيونيه مطاريد الجبل. ايوه. فالمطاريد الجبل دول معناها ايه؟ معناها انهم بياخدوا قطعه نائيه وتبقى بعيده عن عيون الناس. أيوة. لما يبقى في نوع من التوزيع التنموي بقى، واللي له رؤيه مجتمعيه، واللي ده احنا بنحيد فيه القياده السياسيه حاليا، هيبقى انا عندي في المرحله دي رؤيه استطاعت ان تنمي الوطن، تزيد من ثرواته، وتكسب الامن ليس فقط لهذه المنطقه ولكن لكل المناطق من اعلى مصر الى صعيدها. طبعا اوافق حضرتك تماما على هذا الراي، واعتقد ان القياده السياسيه ده اللي بيدفعها لهذه الاجراءات الان. معانا على جريده الشروق: اهالي كفر الدوار يطالبون الحكومه بجنازه عسكريه لنقيب الفلاحين. طبعا رحمه الله اللي كان موجود في لجنه نقيب الفلاحين. ايوه، محمد عبد القادر توفي في حادث مروري. يعني احنا محتاجين طبعا اولا كل العزاء ولاسره الفقيد وللجنه ال50 طبعا، لانه كان اضافه حقيقيه للجنه. محتاجين نعيد مره اخرى النظر في الطرق وفي المرور، ومحتاجين ان احنا نعمل رقابه ده يعني مجتمعيه. انا فاكره ان انا عملت حلقات قبل كده عن نزيف الاسفلت ده، يعني الحقيقه محتاج اعاده تخطيط للطرق تاني، يعني ما كانش صيانه وما كانش حاجات كتير. المشكله الاكبر ان احنا مع بدايه الحظر بيحصل فيه بدايه الحظر ونهايته بيحصل فيه تكدس للسيارات، خاصه مع عدم وجود نقل بالقطارات. فبيحصل بقى فيه النقل للبضائع بالاضافه الى السيارات ونقل الركاب. فكل ده بيعمل ازمه وبيحصل فيه نوع من الضغط. طبعا هي مرحله وهتعدي باذن الله، اللي هي مرحله، ولكن اصلا قبل كده من غير حظر كان يعني عدد الضحايا على الطريق كتير جدا. لما بتزيد بقى في المرحله دي بيبقى في يعني اعاده، يعني احنا لو لاحظنا في ارتفاع، يعني بعد ما بتبقى الساعه 7 يوم الجمعه بيبقى في بقت الساعه 9 وبعد كده 11 دلوقتي 12 لغايه الساعه 5 او 6 صباحا. احنا محتاجين ان احنا نعيد تخطيط للطرق، لان دي شرايين مصر. نعم. وفي نفس الوقت طبعا الشهيد انا بعتبر ان هو طالما اضافه بشريه دي ثروه. نعم. والاضافه البشريه عندما تفقد يكون فقدها عزيز. أكيد. وطبعا اقل واجب ان احنا نعمل جنازه للشهيد، ولان هو شهيد عند الله سبحانه وتعالى، لانه يعني كان في مهمه وطنيه، فبالتالي يعني نحسبه عند الله شهيدا كذلك باذن الله سبحانه وتعالى. التقدير من الدوله ده مهم في هذه المرحله، احنا بندي قدوه لشبابنا وبندي قدوه لاولاده يعني اكيد. والتقدير مهم جدا في المراحل الانتقاليه للشعوب، لان هي دي اللي بتدي تحفيز للطاقات الابداعيه والقدرات مره اخرى. نعم. ومحتاجين ان احنا نعيد بناء الرموز مره اخرى، لان في مرحله معينه كده كان في رموز اخذوا يعني منحى اخر، يعني بعيدا عن الانتماء السياسي او بعيدا عن الخدمه المجتمعيه. فاحنا محتاجين ان احنا نعيد الكيان ده مره اخرى علشان نسطر في وجدان احنا مش محتاجين بطل اوحد، محتاجين ابطال بالظبط، ويكونوا ابطال بيقدموا خدمه فعليه للمجتمع، مش مجرد ان هم مثلا لامعين في مجال معين والمجال ده احنا طبعا محتاجين ان احنا نبرزه فيه، لكن الخدمه المجتمعيه انا بفعل دورها من خلال التقدير المعنوي لهذه الرموز. ولما نقول ان احنا محتاجين لبناء وطن ومحتاجين لاعاده تنميه اقتصاد، احنا بننمي شخصيه مصريه. نعم. مش بننمي احنا بس مش نكرم الرموز اللي ليها تاريخ سياسي فقط. أكيد. ولا لكن لو شخص ادى امانه، لو شخص بالزبط. عمل موقف، لو طالب صغير أكيد. نجح في حاجه متميزه. جميل. كل دول محتاجين تقدير، محتاجين بؤره الضوء المعنويه اللي بتجعل الخطة المستقبلية لمصر حاليا هي دي اللي بتنمي الشعور بالانتماء. يعني أنا محتاج كمان إن أنا
مش بس بأضيء الجوانب السلبيه علشان نتعلم منها اخطائنا، لكن كمان ما ننميش عندنا جلد الذات باستمرار. مهم كمان احنا نفعل نماذج ايجابيه لها قدوه معنويه تؤثر في النفوس البشريه احنا المصريه. من ضمن الحاجه اللي ليها ميزه وعيب عندنا مساله السخريه. احنا شعب ساخر جدا، أكيد. بيسخر حتى من نفسه، حتى من ازماته، حتى من ازماته. دي حلوه من جانب، ومن الجانب الثاني ان احنا احيانا فعلا بنستخدمها كجلد للذات، ان احنا مش عاجبنا حالنا ومش عاجبنا اللي احنا بنعمله ونفضل نجلد في ذاتنا كده. لكن هي نستخدمها بقى بطريقه ثانيه، ان احنا يعني نعدي ازماتنا، نتحمل، نصبر على مراحل انتقاليه ونستفيد كمان. يعني حتى مرحله السبوت على السخريه دي على جزء معين من الحدث ده بيدينا استفاده من جزء معين منه، وبيدي كمان استيعاب للحدث. لان انا ممكن حتى من خلال الاعلام الساخر انا ممكن اوصل فكره مجتمعيه واقدر افجر ثوره من خلال مجرد السخريه. يعني مصطفى امين واحمد رجب، الناس دي شكلت وجدان مصر شكلت وجدان مصر، وكانت فعلا كانت كلمتها النص كلمه ديت، والرسم الكاريكاتير بتاع مصطفى امين كان بيقول حاجه، يعني حاجه ساخره وشخصيات جميله كان بيبتكرها، لكن كانت بتعلم، بتشاور على حاجه من بعيد، وكانت بتوصل الخبر في بعض الاوقات اكتر من الخبر نفسه. ايوه. وكانت بتقدر تعلم في وجدان، وكانت تقدر تعلم في الوجدان والضمير، وكانت بتغير ناس من على مناصبها، لان كان بتحارب فساد من خلال الريشه ومن خلال القلم. نتمنى ان ده يرجع تاني. يعني انا بتهيألي بقالنا فتره طويله ما بنشوفش كاريكاتير، بس بنشوف كاريكاتير بشكل كلمات، يعني كلمات ساخره على الفيسبوك. الفيسبوك ده خد الناس وفي صفحات كتيره جدا اخذت نفس الشكل وبتعمل دلوقتي تقليد له بطريقه معينه، بتقدر من خلالها توصل كل الافكار المجتمعيه اللي بتحاول ان هي توصل بالحدث لمن لا يفهمه، والحدث لمن يعارضه، أيوة. والحدث لمن يدافع عنه. دي حلوه قوي انها بتقرب وجهات نظر والاراء. اكيد. الدستور، دي جريده الدستور بتقول، مش الدستور اللي هو بيتم اعاده صياغته مره اخرى وتعديل بعض المواد. الدستور مساعد وزير الداخليه جاري تحديد القناص الذي قتل اللواء فراج. والحقيقه دي من الامور الهامه جدا، ان احنا لانها اشاعات كتير طلعت. طبعا. يعني من الاشاعات اللي يعني انا مش عارفه بقت ازاي دلوقتي، حتى بقت غير منطقيه، لا تاخد على منطق. يعني من الاشاعات الغير منطقيه الغريبه ان هو لا ما اتقتلش، وان ده كيس دم. انا اول ما قريت هذا الخبر قلت يعني طب هذا ده رجل موجود على ارض الواقع، له اسره، له اصدقاء، له جيران، له ابنائه في الداخليه. هي الاشاعات بتبقى ازاي ابنائه، انا اقصد ابنائه عشان اكيد ابنائه من ضباط الداخليه اللي اتضربوا على ايده. اكيد مفهوم طبعا. يعني الاشاعات تبقى خصبه في الوقت. يعني. ما هي الاشاعات بتبقى لها وقت معين بتبقى خصبه فيه، لما بيبقى فيه غموض في الحدث وما بيبقى فيه اهميه له، وبيبقى فيه نوع من التتبع والتعاقب للاحداث المتتاليه في وقت معين، بيكون من خلاله المواطن على شغف هل يصدق ما يراه ام لا يصدق ما يسمعه. يعني الفكره كلها بتبقى في كيف يمكن ان تنمو الاشاعه وكيف يمكن ان تنتهي الاشاعه. بس هي احيانا الاشاعه كانت بتاخد جزء من الحقيقه وتزود عليه، فكان بتبقى احيانا بتبقى مقبول. لكن دلوقتي الاشاعات حتى بقت يعني منافيه للعقل، منافيه اللي بيطلق لان الاحداث نفسها بقت خارج استيعاب المنطق. يعني في احداث مصر ما تعودتش عليها. ايوه. ما بقى يعني مش هي دي التاريخ المصري، ما تعودش على كل الاحداث الدمويه اللي بتمر بيها مصر حاليا. فبالتالي درجه الاستيعاب لما بتخرج خارج نطاق العقل والمنطق، وبيصبح هناك يعني اجزاء من الاحداث ربما لو لا يوجد جنبها اسم المكان اللي حدثت فيه، ممكن تصدقي ان ده في خارج دوله مصر، ان ده ممكن موجود بره في العالم في اي مكان تاني غير مصر. لكن داخل مصر هذه الاحداث بنحيي طبعا الشرطه ان هي قادره تستوعب كل هذه الاحداث المتلاحقه، اللي طبعا اكيد بتستنزف الجهد والوقت، واللي بتجعل كمان الجهاز المعلوماتي والمخابراتي في يقظه دائمه. وانا بعتبر ان المعلومه قد تنجي روح شخص وقد تؤدي الى حدوث كارثه. لا، واحنا بنلاحظ على فكره سرعه التوجه لاي مكان فيه اشتباه بشيء، فيه اشتباه بوجود جسم، في اشتباه بوجود ارهاب، سرعه التوجه، فده شيء يعني بنحييهم عليه. ده ايجابي جدا، ومهم جدا كمان ان يحصل نوع من التعاون ما بين افراد المجتمع وافراد الامن بجناحيها الشرطه والجيش. ومهم اكتر ان ما يحصلش نوع من
التعامل الايديولوجي مع الحدث، يعني بمعنى ان لابد من التحقق كاملا من كل المعلومات الوارده، ولابد من التحقق من المصادر، لان ربما يكون هناك بعض الوشايات وممكن ان يكون هناك بعض المبالغات. نعم. وفي نفس الوقت يمكن ان يكون بعض التعتيم الذي يؤدي الى فقدان المزيد من الارواح. فلابد من التعامل بحياديه، لان الجيش والشرطه الاثنين بيتعاملوا مع جنسيه مصريه، فبالتالي لما بيحصل نوع من تتبع الاحداث الفوري ده معناه مجهود مضاعف، ربما يصل الى يقظه لبعض الايام المتواليه. طبعا ده مجهود بنحييهم عليه، لكن اللي بحاول ان انا اؤكد عليه بدل مرة مليون مرة ان لابد من الحيادية التامة، ولابد ايضا من التحفظ في نشر توالي التحقيقات والاحداث، على الرغم من ان ده بيؤدي الى الامن ونشره وتدعيم المجهود اللي بيقوم به الجهاز الامني، الى ان في بعض الاوقات ده ربما يعرقل سير العداله. اكيد. فلابد من الاشاره الى الاخبار الايجابيه اول باول، لان ده طبعا بيرفع الروح المعنويه اكيد للمواطن. مهم كمان اكتر ان انا احاول ان انا احافظ على سير العداله وعلى حق المتهم في محاكمه عادله، ودي من اهم على فكره المواد اللي بيكفلها النصوص الدستور والقانون وقانون العقوبات، خاصه لان ده بيؤدي في بعض الاحيان الى الاشتباه وربما لا يؤدي الى حقيقه كامله، واحنا اللي يهمنا ويهم الجهاز الامني طبعا اكيد عشان حتى لا نظلم احد وحتى لا نتيجه للظلم ده احيانا اكيد، ولان في النهايه الوصول للحقيقه ده اسمى الاهداف. أكيد. ولان دايما الحقيقه ربما في الحرب، ونحن الان في حاله حرب ليست على مستوى الدوله، ولكن نحن في حرب فكريه للاستقرار، بتكون الحقيقه هي اول ضحاياها، ونحن نامل الا يكون هناك اي ضحيه لا فكريا ولا انسانيا، لان الفكر المصري اغلى من الدم المصري. دكتورة أسماء، طبعا بتفق مع حضرتك في كل الكلام اللي قلتيه، وبشكرك جدا لوجودك معانا النهارده. حقيقة وجودك أسرى الحوار وأسرى الأخبار اللي احنا جبناها. بشكر حضرتك جدا دكتورة أسماء الجيوشي، مدير المركز الإعلامي بجامعة المنصورة أو بالمنصورة، والمستشارة الإعلامية للأمم المتحدة. أنا بشكر حضرتك جدا، وحابة بس أقول بمناسبة العام الدراسي الجديد كل سنة وكل طلابنا بخير، والجامعات المصرية في استقرار. أتمنى ألا تدخل الصراعات السياسية إلى الجامعات، لأن الجامعات هي حرم للتعليم، ولا بد أن نعلم أننا في بداية الأمر وفي نهايته نحمل نفس الاسم، نحن مصريون. شكرا يا دكتور. مشاهدينا الاعزاء، بشكركم لمتابعتكم معنا، وتمنياتي لكم ولابنائنا جميعا بعام دراسي سعيد باذن الله، وبدايه جديده موفقه باذن الله ليهم ولمصرنا كلها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي يا وطن، تتحب وتتحضن مدام ايديك في ايديا، انا هصبر عالذنب. حبيبي يا وطن، تتحب وتتحضن